أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هحاول أشرح لكم عملي إزاي تعرف تعمل عشة أو بوكس أو بيتا أو عيون أو غية على حسب ما بتتسمى يعني. بينا نبدأ ونشوف إيه حكاية العشة دي. عشان تعرف تعمل حاجة زي كده لازملك شوية حاجات، لو عرفتها هتخليك تكمل صح. اول حاجة لازم تعرف انت عاوز حجمها قد ايه، عشان لما تروح تشتري الخشب ما تشتريش زيادة فيتبقى منك او قليل فما يكفيش. طيب ازاي انا هعرف احدد ده؟ هقولك تعمل ايه. هات ورقة وقلم وارسم الشكل اللي انت هتعمله الاول، وحدد مقاساتك اللي انت عاوز تعملها. وانت بترسم عد كام ضلع في الرسمة وتجمعهم على بعض، ساعتها هتحدد اجمالي سمك الخشب المطلوب. ده بالنسبة للمقاسات. اما بالنسبة لطريقة عملها فده سهل جدا، تابع معايا خطوة بخطوة وانت بمشيئة الله تعالى هتعملها. خلي بالك انت اهم حاجة عندك تعمل الشكل المستطيل العام لكل جنب بقوايم سمكها مش اقل من سنتي ونص او 2 سنتي، عشان تكون متينة ومتماسكة. لكن الاطوال وحجمها عموما دي بتبقى على حسب احتياجك انت وعلى حسب المكان اللي عندك كمان. وبعد كده معظم العشة بيتعمل بسدابات رفيعة ورقيقة عشان وزنها ما يكونش تقيل في النهاية. وعاوزك تحاول تعمل كل جنب لوحده عشان تقدر تملكه وتعرف تجمعه. وزي ما حضرتك شايف دلوقتي عملت اول جنب وهركب عليه الجنب التاني، وبعدين همسمرهم ببعض. في كمان ملحوظة مهمة، السدابات الرفيعة وتقطيع الخشب ده لازم تروح لورشة تعمله لك، لانك بتحتاج منه كتير جدا. عشان زي ما قلت لك من شويه معظم العشه بيتعمل من السدابات، والجنب اللي ركبته ده سداباته كتير، لانه هيبقى ده شكل العشه من ظهرها، ومن قدام هيبقى الابواب، لكن الجنبين اللي بالعرض هيكونوا سلك هما والابواب عشان خاطر العشه ما تبقاش معتمه من جوه. وبرضه هوريك السلك بتركب ازاي عشان ما يفوتناش اي حاجة. زي ما حضرتك شايف كده تقريبا ده هو يبقى الشكل العام للقشة اللي احنا بنعملها.
جبنا لوح ابلكاش صيني خفيف عشان يبقى سهل معايا وانا بقطعه وكمان يبقى رخيص، وبعدين انا مش هحتاج لتقله في حاجة. وبالمناسبة في اخر الفيديو ان شاء الله هقولك على الاسعار وكمان هقولك على المقاسات. وبعد كده هبدأ اخد مقاساتي اللي انا هقطع عليها الابلكاش، وعاوزك تركز جدا في موضوع المقاسات عشان الدنيا ما تبص منك. طيب انا هحتاج ايه عشان خاطر اقطع بيه الابلكاش؟ هحتاج متر، وبعدين سدابة طويلة بحيث اللي هي اسند بيها، والقطر عشان خاطر اقطع بيه. هو بيتقطع بمنتهى السهولة خالص يعني. خلاص خدت مقاساتك مظبوط، تبدأ اللي انت بقى تقطع عادي خالص. خلي بالك عشان خاطر ما تعورش نفسك. هي من اول شدة كده بتلاقيها اتقطعت معاك لان هو خفيف جدا وبيتقطع بسهولة. خلصنا تقطيع الابلكاش، نبدأ بقى اللي احنا نركبه على الغية بتاعتنا. طبعا اول حاجة انا هبدأ من فوق، هبدأ اركب اول جزء من فوق زي ما حضرتك شايف. ده اول حاجة هركبها على الغية. تحاول تزود مسامير على قد ما تقدر بحيث اللي انت تقفلها كويس وتبقى محكمة. خلاص ركبت ابلكاش السقف، ابدأ بقى اخش على الارفف واركب الابلكاش بتاعها. ببدأ اللي انا اقيسها عشان خاطر اكيد في زوايا عايزة تتقص، فانا بقوم جايب القطر برضو واقوم قاصص الزوايا اللي حضرتك شايفها دي كده بحيث اللي هي تخش متطبعة. قصيت الزوايا خلاص، بتقصها برضو بالقطر او اي حاجة من دي، وبعد كده بتلاقيها ظبطت معاك طالما المقاس مظبوط. تبدأ اللي انت تثبتها بقى في الرف كله زي ما حضرتك شايف كده. ادي الابلكاش بعد ما ركبت في الرف التاني، وادي السقف كمان اهو. ابدأ اخش على اللي بعده، العين التالتة على حسب بقى ما انت عامل كام عين. نفس الوضع برضو، نفس الوضع هقص برضو الزوايا بتاعة الابلكاش عشان خاطر تخش متطبعة زي ما حضرتك شايف، وابدأ مسمرها عادي جدا خالص وهكذا. خلاص فاضل الجزء الاخير اللي انا بتاع الابلكاش، الرف الاخير خالص ركبته خلاص، وبرضو كذلك هبدأ مسمر. دلوقتي انا خلصت القشرة زي ما حضرتك شايف كده خالص من الابلكاش. هبدأ بقى اللي انا اخد مقاساتي عشان خاطر اعمل الابواب، ودي لها كذا طريقة ممكن تتعمل بيها، بس انا عملت الطريقة اللي انا شايفها من وجهة نظري ان هي اقلهم مجهود واقلهم تكلفة. ممكن غيري يعملها بطريقة تانية، بس انا عملتها بالشكل ده. بجيب قوايم زي ما حضرتك شايف كده، وببدأ اللي انا اثبتها في الغية زي ما حضرتك شايف. وطبعا باخد مقاساتي كويس بحيث اللي انا برضو يبقى الدنيا ماشية تمام. وكذلك الناحية التانية برضو زي ما حضرتك شايف دلوقتي كده، وهكذا الرف اللي بعده ثم اللي بعده ثم اللي بعده وهكذا لغاية ما تخلص بقية القوايم خالص بتاع الابواب. دي تعتبر القوايم اللي هي هتمسك الغية نفسها، يعني اللي هتمسك الابواب نفسها قصدي. خلاص انا كده ببدأ مسمرها من فوق ومن تحت
بحيث اللي هي تبقى متماسكة، وكل دوت بيزيد تماسك للغية وبيخليها متينة يعني. خلاص فاضل اخر جنب زي ما حضرتك شايف، اخر قايم بركبه في الغية من تحت. بس هكتشف في مشكلة في الاخر. ايه هي المشكلة اللي ممكن تقابلني بعد ما خلصت الجنب زي ما حضرتك شايفه كده اهو؟ هلاقي العشة سايبة كده ومش متينة. طب ايه الحل؟ بسيط جدا، هجيب زاوي حديد زي اللي حضرتك شايفه ده، وده رخيص هقولك سعره في الاخر، وببدأ اللي انا اثبته في الزوايا بتاع الغية من فوق ومن جنب ومن تحت ومن كل الجهات، بحيث اللي هي تبقى ماسكة نفسها وما تتفككش مع الوقت. دي موضوع سهل جدا، وبتتربط بمسامير بورما زي ما حضرتك شايف، مفيهاش اي مشكلة، وتركيبها سهل برضو، تركب بمفك عادي ولغاية ما تنتهي من تركيب الزوايا دي خالص. هبدأ بقى اخد مقاسات الابواب نفسها بقى، وابدأ اللي انا امسمرها زي ما حضرتك شايف كده، واقفلها خالص زي ما حضرتك شايف. قفلتها اهيت، هو يبقى كده شكل العام للباب اللي اتعمل بتاع العش. ابدأ بقى اللي انا اقص السلك بتاع الواجهة. طبعا هعمل الجنبين الاول بتوع الواجهة اللي في الوش دول، وبعدين اللي انا اثبتهم، وبعد كده ابدأ اركب السلك بتاع البرواز. قطعت السلك اهوت وابدأ امسمره واركبه. نيجي بقى المقاسات بتاع الغير اللي بنعملها. هتحتاج عرقين خشب طولهم 5 متر في 2 بوصة ونص في عرض 7 سنتي، دولت هيعملوا 120 جنيه، وهتقطعهم ب20 جنيه كمان. وبعدين هتحتاج لوح ابلكاش صيني ثمنه 50 جنيه، وربع كيلو مسمار 5 سنتي سنارة 8 جنيه، وتمن مسمار 2 سنتي سنارة ب4 جنيه، وتمن مسمار سن صاج للمفصلات والزاوية اللي هو المسمار البورما. وهتحتاج 20 زاوية قايمة حديد، الواحدة بجنيه، هتحتاج 20 ب20 جنيه، وتمن المفصلات المفصلة ب2 جنيه، و6 متر سلك المتر ب12 جنيه، هيعملوا تقريبا حوالي 74 جنيه. اجمالي السعر كله حوالي 325 جنيه. حضرتك انت لو جيت تعمل واحدة زي ديت بالظبط بنفس المقاسات ديت عند اي حد، ما اعتقدش هتكون اقل من 800 جنيه يعني، ده بالراحة خالص يعني، في ظل الاسعار اللي احنا شايفينها دي. الاسعار اللي بقولها لحضرتك ديت هي بتاعت العشة اللي انا بعملها، اللي هي مقاساتها اصلا ارتفاع 180 سنتي في عرض 110 في عمق 50 سنتي، ديت اللي بتحتاجه لتكلفة العشة اللي احنا بنعملها دي. تقريبا كده انا يعتبر خلصت الغية كلها، واتمنى ان انا اكون قدرت اشرح لكم بطريقة مميزة وبطريقة مفصلة ومبسطة. وشكرا لحسن المشاهدة، وما تبخلش علينا بلايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.